السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه نزلت عشان اجيب رز بلبن. انا بقالي فتره ما اشتريتهوش بصراحه من بره، فنزلت لقيت الطبق عامل 18 جنيه ومفيش فيه معلقتين بالعدد، معلقتين. فليه انا اروح اجيبه من بره طبق واحد ب 18 جنيه؟ فانا ليه اشتريه من بره بالغالي وانا اقدر اعمله في البيت واطعم واحلى وانضف بكتير. عاوز اقولك اللي ياكل طبق هيقولك عايز واحد واتنين وتلاتة، يعني مش هيبات. انا عندي عملت 20 طبق رز بلبن، 20 طبق وبالعدد. نعد مع بعض وهنشوف. 20 طبق، وما شاء الله ما شاء الله ما كملوش معايا حاجة وخلصوا على طول من حلاوته. ده كمان الكمية دي كده كلها بقد ايه بقى؟ لبن بكيلو ونص لبن. كيلو ونص لبن هيعمل لك اكتر من 20 طبق، بس احنا هنقول 20 طبق مليانين. طبعا انت كده كده مش لما تيجي تشتري مش هيبقى الطبق مليان كده خالص، ده هما معلقتين بالعدد، ما بيعملوش حاجة خالص. فاهمني؟ ولو جينا حسبناها بالورقة والقلم، طب انت لو هتجيب الطبق ب 18 يا ست احنا نقول ب 15. شوفي بقى التكلفة قد ايه في 20 طبق، عشان تعرفوا بس ان احنا نقدر نعمل كل حاجة في قلب البيت. احنا شاطرين ونعرف نعمل كل حاجة في قلب البيت من غير ما نشتريها من بره، وهتبقى احلى واطعم كمان. بس احنا مشكلتنا ان احنا بنكسل، فبنستسهل وننزل نشتري من بره. لكن بعد كده بقى خلاص احنا نعمله في قلب البيت، ما نشتريش حاجه من بره. لما الحاجه نلاقيها غاليه كده مقفورين قوي فيها، لا خليها عندكم بقى ايه لما تحمض واشربوها انتوا. طب يلا بقى تعالوا كده اقول لكم عملتها ازاي. عملت جايبه هنا كده كوبايه ونص من الرز المصري بتاعنا العادي. انا بحط لكل كيلو لبن كوبايه رز مغسوله ونضيفه طبعا. هحطهم مع نص لتر ميه على النار لحد ما الرز كده ما يتشرب معايا بالمنظر ده كده، يبقى كده خلاص دخل كده في التسويه تماما. هنزل بقى بايه؟ بكيلو ونص لبن. طب بس طبعا قبل ما احط بقى اللبن على النار، عشان لو نزلت عليه بالكريم جانتيه ده، مش عارفه يا جماعه على فكره الكريم جانتيه ده مقاطعه ولا لا؟ اللي يعرف يا ريت يقول لي، عشان انا مش عارفه. هنزل كده بكيس كريم جانتيه على اللبن كده على البارد، واقلب كده كويس عشان خاطر ما يعملش حبيبات. الكريم جانتيه ده بقى بيعطي اللبن كده ايه، طعم حلو قوي زي اللي بيتجاب كده من بره. هما بيحطوا عليه نفس الكلام. طبعا بلاش تجيبي السايب، عشان السايب الطعم بتاعه ما بيبقاش بصراحه حلو زي الجاهز. الشركات برضو بيبقوا خادمين الحاجه كويس. وهنزل عليهم كده بازازه الفانيليا ديت البودر. لو عندك سايبه بحط اللي هي معلقه كبيره، ما عندكيش بحط الازازه الجاهزه كده على طول. اللي مش عايزه فانيليا، عايزه تحط ميه ورد براحتها، دي حسب كل واحد على حسب ما هو بيحب يعني. تمام. السكر بقى هنا على حسب الرغبه، انا مش هقدر اقول لك حطي كتير حطي قليل، انت زي ما انت ما بتحبي انت وعيلتك حطي السكر بتاعكم. تمام. نفضل بقى نقلب كده كويس عشان خاطر اقوم نحطها على النار، يبقى خلاص كده كل حاجه جاهزه معايا وتمام، وما بقاش ناسي حاجه. كده هنزل بقى باللبن كده كله. معلش يا جماعه بقى لو المروحه عامله صوت، انا حاولت يعني ايه اهديها شويه. ماشي. وافضلي بقى كده قلبي فيه، ولا نحط له نشا ولا اي حاجه خالص. لو انت بقى مش حباه خفيف زي ما انا ما شفتي كده في اول الفيديو، حابه يبقى ماسك نفسه شويه، تقدري تحطي بس معلقه واحده بس نشا، ما تكتريش. بس انا بصراحه حابه يبقى خفيف كده. تمام. هو كده خلاص اهو دخل معانا كده في التسويه. هنطفي عليه بقى ونسيبه لما يستهدى كده شويه اهو، ويبتدي كمان يعمل وش بتاعه الحلو اهوت. هطفي بقى كده على النار واسيبه كده يستهدى شويه، وبعد كده ايه هنحطه بقى في الاطباق. طبعا كان عندي هنا فول سوداني كان واخد هوا، طبعا احنا كده مش هرميه طبعا. انا ما فيش حاجه عندي يا جماعه برميها، لازم الاقيها صرفه يعني. هنا ولعت كده بقى فرن ولعت الميكروويف وادخله على في الميكروويف 3 دقايق بس كده يتحمص شويه صغيرين، ويطلع زي اللي اكنك جايباه من بره. جربيه بس يعني بدل ما ترميه جربيه، مش هتخسري حاجه، صح ولا ايه؟ احنا بقى كان الرز بلبن خلاص كان يعني كان برد سيكه كده صغيره، فقمت بقى مفرغاه في الاطباق عشان خاطر يعمل بقى الوش بتاعه الحلو، واحطه بقى كده في التلاجة. هنا بقى انا بحب احطه يا جماعه التزيين وقت ما نيجي وقت الاكل، يعني ما بحبش احط التزيين وادخله في التلاجة، بحس ان الفول السوداني ممكن برضو ياخد رطوبه من التلاجة فيطرى. بص بقى ما شاء الله رمت عندنا كميه قد ايه، من كيلو ونص لبن 20 طبق رز بلبن. العدد ده غير كمان اللي العيال خدوه بره وكلوه. بالهنا والشفا يعني ليهم. ويا رب بقى اكون قدرت افيدكم. وبعد كده ما نشتريش حاجه من بره يا جماعه، الحاجه الغاليه ما نشتريهاش، نعملها في البيت. صدقوني هتبقى احلى واطعم، وكفايه ان انتوا واقفه وبتعملوا الحاجه دي بايدك، دي تقدير تاني خالص. ويا رب اكون قدرت افيدكم وتعملوا بقى زي ما تشتروش حاجه، لو حاجه غاليه من بره ما تشتروهاش. واشوف وشكم على خير، وباي باي.